النهارده هعمل معاكم طبق لذيذ جدا فاتح للشهية. على قد ما مكوناته بسيطة لكن طعمه لذيذ وتقدري تعمليه في اي وقت وجنب اي حاجة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. وبسم الله، في الاول كده هنحتاج وحدتين بتنجان رومي. فغسلت البتنجان كويس قوي وبقشر القشرة من عليه. ممكن احنا نقشرها كاملة او نقشرها كده مضلعة فيها خطوط بسيطة. بعد كده نقطعه شرايح بسمكه معقوله، يعني مش الشريحه مش رقيقه قوي ومش تخينه قوي. وهنديله رشه ملح ونركنه شويه علشان يطلع الميه اللي فيه. بعد كده ناخد البتنجان ونروح نقليه في الزيت السخن. تسيبي الزيت يسخن على النار الاول كويس. بعد كده هتخلي النار متوسطه او اعلى من المتوسطه شويه، وتنزلي بالبتنجان وتسيبيه لحد ما ياخد لون ذهبي معقول. هنقلب البتنجان الناحية التانية وبعد كده نشيله نحطه على مناديل مطبخ او تحطيه على مصفى ينزل الزيت الزيادة اللي فيه. هنخلص كمية البتنجان كلها، وطبعا عشان احنا رشين عليه ملح ان شاء الله مش هيشرب زيت. هنسيبه على ورق المطبخ او مناديل المطبخ لحد ما ننزل الزيت الزيادة اللي فيه. بعد كده هنجيب طبق صغير، عندنا معلقتين كبار من الطحينة الخام، هننزل عليها بشوية مية سخنة، يعني بالتقريب كده 3 4 5 معالق ميه سخنه. ونبتدي نقلب الطحينه لحد ما تفك معانا كده وتبقى خفيفه. يعني انا حسيت انها تقيله شويه فزودت معلقتين تاني. وهنحط شويه ملح صغيرين ومعلقتين كبار خل. بس خلي بالك هنا من كميه الملح، لان البتنجان احنا رشين عليه ملح، فممكن يكون محتفظ بكميه من الملح كده، فمش عايزين الاكله تبقى حادقه. حطي كده بس رشه بسيطه، وبعد كده ندوق ونشوف الاكله محتاجه ملح تاني ولا لا. هنجيب بقى الطبق الكبير الغويط وننزل فيه بالطحينه اللي احنا فكيناها بالميه ودوبناها في الميه. بعد كده هنحط عليها معلقه كبيره او معلقتين من هريسه الفلفل الاحمر. لو ما عندكيش هريسه انت عاملاها جاهزه، افرمي قرنين فلفل احمر. وهننزل بمكعب كبير او مكعب صغير، يعني الكميه اللي تعجبك من الجبنه البراميلي. طب ما عندكيش الجبنه دي ممكن تستخدمي الجبنه الفيتا او الجبنه الاسطنبولي، بس لو استخدمتي جبنه حادقه زي الاسطنبولي كده برضو خلي بالك من مقدار الملح، لان الجبنه بتكون ملح واحنا رشين على البتنجان ملح، فممكن ما احطش ملح خالص مع الخل ونستنى في الاخر. هرست الجبنه مع الطحينه لحد ما بقت بيوريه خالص كده. بعد كده هنزل بالبتنجان المقلي. أكلة سهلة وبسيطة بس فعلا طعمها هايل، تستحق ان انت تجربيها. ولو ما عملتيهاش قبل كده فضروري تجربيها، هتعجبك قوي قوي وهتعجب عيلتك. وجربي طبق سلطة البتنجان بالجبنة ده جنب شوية بطاطس محمرة وطبق فول بالقوطة وشوفي الجمال كله. والكميات كمان تقدري تعمليها زي ما انت عايزة، يعني زودي كمية البتنجان او تزودي كمية الجبنة او تغيري نوعها زي ما بتفضلي. المهم ان هي ان شاء الله تطلع من ايدك حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم. والسلام.